اذا عندك بطاطا غير جيبيها وروحي نديروا هذا الكراتان تاع البطاطا بطريقتي الخاصه. هذا هو الطبق اللي ياكلوه ويزيدوا يقولوا لك زيدي عاودي ديريه لنا بنه تفرميج معسل بواحد الحشو اللي زاد له روعه في المذاق. يلا ما تعطيش الوصفه على بالي تعجبك وسجليها مع هذا البلا راهو جد اكسبريس راح تحتاجيه بزاف كي تكوني تعبانه ولا عيانه. يلا نروحوا مباشره في طريقه التحضير. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله يلقاكم فيديو تاعي في احسن حال واحوال ان شاء الله. نروحوا مباشره في الوصفه، نبداو على بركه الله بسم الله. في كوكوطه عندي الماء ودرت بطاطا على شكل مكعبات هكذا، يعني راهي خضره هنا. الكميه تاع البطاطا نتوما تحكموا فيها. درت لها شويه تاع الملح وراح نطيبها عادي كيما موفين طيبوا البطاطا تاعكم باش ديروا لا بيوري. كي اللي راح تطيبوا البطاطا باش ديروا لا بيوري نحطها على نار متوسطه في لاكوكوت، مش راح تاخذ لكم وقت بزاف، حوالي 20 دقيقه وهي راح تكون حاضره ان شاء الله. يلا نخليها هنا طيب، وفي نفس الوقت راح نعبزها، يعني نرحيها مليح بالفرشيطه باش نختصر لكم الوقت. يلا نعبزت هذيك البطاطا تاعي بالفرشيطه باش نقتصر لكم الوقت. وكامل تعرفوا تحبوا بالفرشيطه، تحبوا بالبغا ميكسور، تحبوا بالباتور كيما حبيتوا. راح نبدا نتبل فيها. عندي بودره البصل اللي تحطي لهم بنه ستروني، شوفوا الا درتيها بهذه الطريقه متاكده راح تجيكم بنينه، وحتى الاطفال راح ياكلوا يقول لك ماما بنين 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 هذا الطبق. درت له كوري ودرت له شويه تاع القرفه. نعم ديروا البطاطا كي تكون واحد ديروا كاليغراتا ولا ديروا لها القرفه، راح تعطي لها لمسه وبنه مختلفه. راح نديروا شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع زنجبيل. والبطاطا ما درتش فيها الملح لان طيبتها بالملح. فوالا التوابل الثانيه راهم واضحين في الفيديو، ونسي جامي نسيت كاش تابل ولا. راح ندير ملعقه كبيره معمره تاع فرماج طاري، خير فقط نوعيه تكون بنينه. ونديروا ملعقه كبيره تاع كريمه طازجه، واللي ما عندهاش كريمه طازجه تعاودها بملعقه كبيره يا اخت ناتور، ولا 2 ملاعق حتى 3 تاع الحليب. الدور تاعها باش تعطينا خفه لهذيك البيوري تاعنا. خلطهم مليح نمزجهم هكا بالملعقه، وبعد قبل ما نزيد نخلطهم شويه راح نضيف لهم ملعقه كبيره تاع مارغرين وشويه تاع جبن مبشور. فوالا تحركوا تحريكه هكا، دخلوا مليح هذيك المارغرين مع البطاطا راهي سخونه، راح تذوب لكم هذيك المارغرين. عندي بلاطو يعني اللي يدخل الفرن راني مدهنته كامل بالمارغرين، وفي نفس الوقت راني مشعله الفرن من الفوق ومن تحت. راح ندير الطبقه الاولى تاع البطاطا نفرشها كامل في هذاك السطح تاع البلاطو. بالنسبه للحشو درت حشو اللي ندير به البوراك راهو عندي هنايا معمره وصفه تاع البوراك، تدخلوا تلقاو الوصفه تاع الفخس تاع البوراك. معليش عندي بصل شويه فيونداشي، ندير لهم شويه تاع الفلفل كحل زنجبيل قرفه شويه تاع قزبر، ومن بعد ما طابوا لي كامل درت لهم معدن وشويه زيتون وشويه تاع طماطيش مصبره، ودرت ملعقه كبيره تاع درسه الفلفل، وتحصلت على هاد لافخس وتجيب بنينه 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 بنينه. يعني احنا نكتب لكم هنا الحشو. هنا عندي شويه جبن طاري كما شفتوني، درت كميه معتبره باش يجينا معسل ومفرمج من الداخل، ودرت شويه جبن مبشور. تقدروا تضيفوا انواع تاع يعني اجبان اخرى، تقدروا تضيفوا موتزاريلا، تقدروا اي نوع تاع فرماج تضيفوه داخل لي سلايس. ومن بعد راح نسي نغطي كامل هذيك الطبقه تاعنا بالبطاطا اللي قعدت لنا، نغطو كامل، نسيو نغطو هذاك الوجه تاع البلاطو تاعنا. فوالا كنتو تشوفوا راني نمشي فيها بكل سهوله لان فيها المارغرين راح تساعدكم بزاف. شوف راني نمشي فيها بكل سهوله. نسي نغطي كامل البلاطو هذيك. بعد ما غطيته كامل عندي هنا حبه بيض، فوالا راح ندير لها شويه تاع لا كريم فريش ونحلها كامل هكذا، حوالي ملعقه كبيره تاع لا كريم فريش. فوالا ونخبطهم مليح. درت لها رشه تاع الملح هكذا، ونسي ندهن بها كامل هذاك الوجه تاع البطاطا تاعنا باش تجي حمراء وتجي بنينه هكذا. يعني نعرفوا لا كريم فريش كي تخلط مع البيض تعطي واحد اللون بزاف شباب وتعطي بنه مختلفه. فوالا من دهنها كامل هذاك الوجه بهذه الطريقه راح نزيد نرش عليها شويه تاع الجبن مبشور من الفوق. تقدروا حتى تضيفوا موتزاريلا، ديروا زيتون، ديروا شويه معدنوس كيما حبيتوا في التزيين. راني مشى على الفرن قلت لكم مقبل مسبقا من الفوق ومن التحت، يعني ما راح تسحق طياب بزاف، فقط نحمروها من التحت ومن الفوق.
يلا راح ندخلها انا الفرن واروح نوريها لكم مباشرة داخل الفرن، والنتيجة تاعها ما شاء الله. هاي ليك معنا الكراتا هذاك، شهيتكم في الجنة، المنظر تاعها والريحة ما نحكي لكمش. يلا تجي تشوفوا معايا النتيجة النهائية، روعة جدا جدا. رجعت لكم مع هذاك الكراتان تاعنا تاع البطاطا بطريقتي الخاصه، جاء جد رائع ولذيذ. هذا من خرجته من الفرن يعني شهيتكم في الجنه، الريحه ما نحكي لكمش. اولادي راهم ينتظروا فيه بفارغ الصبر، ما يقعد لكم الغد من داك، راح يقعد طري. سخنوه فقط في الميكرووند وراح يقعد لكم طري. راح نقسم معاكم يعني مازال سخون، خلوه فقط يتماسك شويه ومن بعد قسموه. انا مازال راهو سخون. فوالا شوفوا مع هذاك الفرماج اللي درتوه في الوسط، عطى تعليكه وعطى فرميجه ما شاء الله. هاي لك نتيجه، شوفوا قربت لكم مليح، شوفوا ما شاء الله. مع هذاك الحشو جد لذيذ، حنكتبه لكم هنايا في الفيديو باش كامل تستمتعوا بهذا المذاق الرائع. اتمنى عجبتكم هذه الوصفه تاعنا اليوم، وإلا جربتوها اعطوني رايكم في التعليقات، وانتظروني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه ان شاء الله.